بما انك بتضحك بره وبتكشر جوه بيتك، اذا انت مش راجل سعيد، انت للاسف ممثل فاشل. وصاني عليها فرفقا بالقوارير. بص يا صديقي، في صوت من زمان بتسمعه، هو صوت واحدة ست، صوت امك، اختك، بنتك، هو صوت الحنية. ممكن يكون صوت الخوف عليك، صوت الدعاء. بس للأسف في بيوت كتيرة الصوت ده مش بيكون فيها مسموع، بقى يهان ويتكسر ويسكت. النهاردة الحلقة دي لكل راجل ولكل ست، عشان نحاول نفهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم يعني ايه رفقا بالقوارير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، وقال لنا في حديث تاني رفقا بالقوارير. ليه يا ترى قال عليهم قوارير؟ ببساطة جدا لأنها شفافة وحساسة وكمان غالية، زي الإزاز اللي بينور المكان، بس للأسف لو اتكسر عمره ما هيرجع. النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمره ما على صوته على ست ولا ضرب في حياته ولا مرة، وأكيد طبعا ولا شتم ولا هان. النبي اللي صلى الله عليه وسلم كان بيصلح نعله بنفسه، وكان بيطبخ مع زوجاته. السيدة عائشة كمان كانت بتقول لنا كان في مهنة أهله، وإذا حضرت الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. النبي ما كانش بيعامل زوجاته بحنية، كان بيعاملهم بكل حب بكل إعجاب. سيدنا محمد ما كانش عنده عقدة التفوق ولا السلطة، كان بيحب ستاته جدا وبيحترمهم جدا، وكانوا هم بيحبوه وبيخافوا عليه وطبعا بيغيروا عليه. في رجالة هنا يا صديقي لما تتجوز بتحس إنها اشترت بني آدم. للأسف يعني مش كلنا طبعا، بس بينسى إنها بنت ناس وبيعتبر إنها جارية في بيت الطاعة، يرجع من الشغل ولا في شكر ولا امتنان. وللأسف في كتير ما بيحسوش كمان، ما بيهموش انها تبكي ويفضل يقول لها انت بتمثلي ليه وعامله ليه دراما اليوم كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله. يعني معيار الرجوله الحقيقي عمره ما كان في النبره ولا الصوت العالي ولا السيطره ولا في الكلمه اللي ما بتترددش. المعيار الحقيقي ان يكون خيرك ظاهر في بيتك قبل اي مكان تاني. سألت نفسك هنا يا صديقي انت بتعامل والدتك ازاي؟ هل لو طلبت منك حاجه بتلبي الطلب على طول ولا لا؟ لما تكلمك وهي مش قادرة تقوم من التعب، يا ترى بترد عليها ازاي وبايه؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. تخيل ان في بنت صغيرة ماسكة شنطتها وبتبص لاخوها، والبنت دي مسؤوليتك. مش معنى انك انت اكبر منها انك تتحكم فيها، معناها هنا انك انت تحميها وتحافظ عليها وتخليها كمان تحس بالامان مش بالخوف. تخيل ان انت ممكن تكسر القارورة دي بصوتك العالي، ممكن كمان تتكسر باهمالك، وممكن للاسف تتكسر بسكوتك في وقت هي تكون محتاجة فيه كلمة طيبة. الست مش دايما يا صديقي هنا محتاجة ورد، اوقات بس بيبقوا محتاجين انك انت تمسك ايديها وتطبطب عليها وتقول لها ان انا جنبك. بما انك بقى صديقي هنا ما بتتكلمش مع مراتك الا لو زعلان، إذا هنا تعتبر نفسك مش شريك، اعرف نفسك ان انت كده خصم. بما انك بتنتقد زوجتك اكتر ما بتشكرها، إذا انت مش داعم، خد بالك انت خصم. بما انك بتضحك بره وبتكشر جوه بيتك، إذا انت مش راجل سعيد، انت للأسف ممثل فاشل. بما انك بتنسى فضل والدتك او بتستثقل في تليفون سؤال لأختك، إذا انت نايم في سرير مشاعرك البارد. الست مش نص المجتمع، الست هي المجتمع كله، وهي اللي بتربي النص التاني. والرفق يا صديقي عمره ما كان ضعف، الرفق هو أعلى درجات القوة والحب. وطبعا لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم خليك زيه، ابن بيتك يا صديقي على الحنية والحب. حاول النهاردة تبعت رسالة لأمك، كلم أختك، خد مراتك في حضنك، ولو مش قادر تقول حاجة يا صديقي على الأقل ابعت لهم الحلقة دي، وافتكر يا صديقي إنه لسه بدري.